ادعيت على قيس باطل فانا ادعي الاتحاد الى كفري، واذا ما كتبنا الاتحاد انا اعتذر كرة قدم فعلا لان انا ادعيت الباطل على شخص وكذبت عليه. اتهم الكابتن محمد حسن البعداني مدرب منتخب اليمن للناشئين لكرة القدم المدرب السابق قيس محمد صالح بأنه قاد حملة تحريض إعلامية ضده وضد لاعبي منتخب الناشئين أثناء مشاركتهم في النهائيات الآسيوية الماضية. ورفع الكابتن البعداني رسالة شكوى رسمية تحمل توقيعه إلى رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم أحمد العيسي اتهم فيه المدرب السابق لمنتخب الناشئين قيس محمد صالح بقيادة حملة التحريض ضده وضد لاعبي المنتخب وبالأخص نجم المنتخب أنور الطريقي. وقال الكابتن محمد البعداني إن المدرب السابق اتهمه بالتزوير بمساعدة حسن باشنفر نائب رئيس الاتحاد وحميد شيبان الأمين العام للاتحاد اليمني لكرة القدم. وأضاف الكابتن البعداني إن ما قام به المدرب السابق سابقة خطيرة لم تحدث من قبل بأن يقوم مدرب باستهداف مدرب آخر وهو في مهمة وطنية مع منتخب وطني. وطالب الكابتن محمد البعداني مدرب منتخب الناشئين رئيس اتحاد كرة القدم بتشكيل لجنة لتقصي الحقيقة والاطلاع على الإثباتات والدلائل التي يمتلكها وبحوزته، وتدين قيس صالح لإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكب هذا العمل المشين. مالكم ايش فيه ما فيش صورة شي صورة صورة واحدة بس يا وضح شلمي مي شنو ما يا لا ما يا هيجان هو ما جاي هنا الماء بس معك خرط الماء تعال يا وضح شيل الماء حقك شنت الجيش شنتي انا بلا بس يونس دخل انا بلا يلا ضبطوا ما اشتغلش الساعه ضبطوا يا هيثم وداعا نقول لهم والهلال كان اخر.